مصر كان في وقت معين من الأيام من 2006 لحد 2010 2011 كانت بتمتلك ترسانة في نص الملعب. يعني لو ممكن إن أنا ما أكدبش عليك، مصر كانت من أعظم الفرق على مستوى العالم في نص الملعب. يعني بالذات في أفريقيا احنا كنا رقم واحد. نص الملعب ده كان من أسباب فوزك ببطولة 2006 2008 و2010 والأداء العظيم في كأس العالم للقارات لولا ماتش أمريكا. فأنا بقول لك إن مصر كانت تمتلك في نص الملعب مين بقى؟ محمد شوقي. محمد شوقي من أعظم اللعيبة، مركز ستة اللي جيت في مصر. لعيب كان بيقطع، لعيب كان مسمار في نص الملعب. ما كانش بيقطع بس، لا كان ممكن ليه تكملة، وكان ليه رأسيات وشوط. وما ننساش جونه في البرازيل ولا جونه في الرجاء المغربي. نيجي على اللاعب اللي بعده، هو حسني عبد الرب، رمانة الميزان للنادي الإسماعيلي ومنتخب مصر. حسني عبد الرب اللي قدم أداء أسطوري في بطولة كاس أفريقيا 2008 وأخد أحسن لاعب في البطولة. حسني عبد ربه اللعيب اللي كان 8، اللعيب اللي كان مجهوده عظيم، كان بيقطع، كان راجل بيجري بالكورة، كان عظيم، كان شويت، كان هداف، كان بيلعب فاولات. فحسني عبد ربه كان لعيب عظيم. نيجي عند محمد حمص، ومين ينسى هدف محمد حمص في إيطاليا؟ عايز اقول لك واقنعك ان حمص بالاداء العظيم ده ما كانش بيلعب في منتخب مصر اساسي، وعشان هو لعيب محترم ربنا كرمه بجونه في ايطاليا في كاس العالم للقارات عشان نفضل فاكرين محمد حمص. نيجي عند مين بقى؟ نيجي عند الصقر احمد حسن، واللي بشوفه اكتر لاعب متكامل جه في مصر في المركز بتاع نص الملعب. احمد حسن تلعبه ستة يأدي ويبقى من اعظم اللعيبة. احمد حسن يلعب تمانية يأدي ويبقى من اعظم اللعيبة. احمد حسن يلعب عشرة صانع العاب مكان ابو تريكة في بطولة 2010، عشان كان ابو تريكة غايب، ياخد احسن لاعب في البطولة وياخد احسن لاعب في بطولة 2006. فمنتخب مصر كان منتخب عظيم، كان عندنا لعيبة نص ملعب، لعيبة جبارة. نيجي عند حسام غالي، مين ينسى حسام غالي ومهارة حسام غالي وقيادة حسام غالي في الملعب؟ حسام غالي من أحرف اللعيبة اللي جت في مصر في المركز ده. ولو قلت إن هو أحرف لاعب جه في المركز ده، لولا إن حسام غالي ليه أخطاء عملها مع توتنهام ومع النادي الأهلي، كنت بشوف إن حسام غالي ده كان ممكن يبقى في حتة بعيدة ويلعب في أندية كبيرة. حسام غالي كان من أعظم اللعيبة، مركز 8 في مصر، وكان ممكن يلعب 6. حسام غالي كان حريف وكان لعيب جبار. وما ننساش بطولته ب 2010، وفي 2006 2008 كان اعتذر عن منتخب مصر. فحسام غالي كان لعيب جبار. ليه مصر الوقت بقت بتعاني في المركز ده بعد ما كنا عندنا لعيبه كتير؟ وكان في لعيبه كتير من كتر ما هم كانوا جامدين كنا بنستغرب ان هم قاعدين احتياطي، لان منتخب مصر كان عنده لعيبه ذو جوده عاليه. فليه الوقت مصر ما عادش عندها لعيب نص ملعب؟ ليه مصر بقى عندها فقر في المركز ده؟ اكتبوا لي تحت في الكومنتات وانا هقرا كومنتاتكم.